لو انت مدرب مش معروف في مجالك، 3 خطوات هتبني بيها براند شخصي يساعدك على تحقيق دخل مستدام ومستمر. انا علاء عبد العاطي، مدير اكاديميه اديو ماستر، واشتغلت مع مئات المدربين والمحاضرين وصناع المحتوى التعليمي على مدار 20 عام، ولاحظت فرق واضح جدا بين اللي عندهم براند شخصي قوي وبين اللي مش قادرين يجذبوا جمهور. الفرق مش بس في المحتوى او الخبره، الفرق في الطريقه اللي بتبني بيها علاقتك مع جمهورك. الخطوه الاولى، حدد تخصصك بدقه، خلي الناس تعرف انت مين وايه بالظبط اللي بتقدمه. مش مدرب تنميه بشريه وخلاص، لا. يعني مثلا ممكن نقول مدرب للمديرين اللي عايزين يوصلوا لمناصب تنفيذيه، او مدرب في مجال الارشاد النفسي او الاسري، او صانع محتوى في مجال تربيه الاطفال او المراهقين مثلا. التخصص الواضح بيخلي رسالتك مركزه وجمهورك متفاعل معاك. الخطوه الثانيه، انشر محتوى منتظم ومستمر. معناه انك تقدم معلومات مفيده ومبدعه في ميعاد ثابت، سواء فيديوهات او مقالات وبجوده عاليه. يعني لو انت مدرب في الارشاد النفسي مثلا، قدم فيديوهات تشرح ادوات عمليه مع امثله حقيقيه. الجوده والانتظام في المحتوى بيخلي جمهورك يثق فيك ويتفاعل معاك، ويخليه هو اللي بيدور على محتواك. الخطوه الثالثه، اتواصل مع جمهورك شخصيا، رد على تعليقاتهم. البراند هو انك تكون شخص حقيقي الناس عارفاه وبتثق فيه. اكتب براند في الكومنتات، وهتحضر معايا ورشه مجانيه هقول لك خطه تفصيليه تساعدك تبني براندك بسرعه.